حوش قديم وبيت ما بيسكت. كل يوم في حكاية جديدة. حكايتنا اليوم الصالون. دياب مجهز حاله وطالع، شايل عدته ولابس كوفيته، وقبل ما يطلع بيوقفوا أبو العزم بيقول له لوين يا مهوين؟ يرد عليه دياب بيقول له أهلين بابا، رايح يجيب خشب للدولاب. بيقول له لا تروح محل، امبارح اتفقت مع أبو فريد عنده وتد جاهز. دياب بيقول له تمام، بروح بجيبه. بيقول له لا، أنا رايح، انت حضر حالك، أنا وأبو فريد بنحمله له. دياب بيقول له تمام. بيطلع أبو العزم وبيبقى دياب بالصالون لحاله، بيلتفت حواليه، بيرفع راسه على السقف، بيقول والله كبير هالصالون، كتير كبير، ليش مبين صغير لدرجة انه ما عاد في مطرح نمشي فيه؟ معقول هاد صالون ولا مستودع بلدية؟ بيضرب ايده على الكنباية، بيطلع كومة غبرة، بيقيم الكوفية تبعيته وبيضرب على الكنباية، اوف، بيطلع كومة غبرة، بيصير ينفض فيها. شوي شوي صار الجو كتير مغبر، وبلش يسعل، وصار يفرك بعيونه، عم يحكي حاله، قال والله ما عاد شايف شي، ما شايف شي قدامي. ببلش يشيل بهالغراض، شال أول كرسي، طلع تحته صندوق، شال الصندوق، طلع تحته شرشف، شال الشرشف، وقع الطنجرة. استغرب، قال لك شو ضل؟ رفع الطنجرة، لقى تحتها كيس بسامير، صار يهز راسه يضحك، قال العمى، كل ما شلت غراض بيطلع لي 5، إذا شلت الحيط مو بعيد يلاقي تحته خزعني. مع كل غرض كان ينزاح كان الصالون يتكركب أكتر. بهالوقت كان أبو العزم وأبو فريد راجعين، شايلين الوتد الطويل، وعواطف ماشي وراهم. أول ما فاتوا على الحوش، أبو العزم لمح باب الصالون مفتوح، صار قلبه يدق مثل الطبل، رمى الخشبة من إيده بسرعة وركض على البيت. طرف الخشبة إجا على رجل أبو فريد، قال له يخرب بيتك، طول بالك. ركضت عواطف لعنده وهو ماسك رجله وعم يتوجع، قالت له بابا صار لك شي؟ تعال اقعد تحت العريشة، تحت العريشة، تعال اقعد. أم الصيف عم تطلع من بيتها حاملة فاصوليا وعدة الشغل، شافت أبو فريد عم يتعكز على عواطف شوي، قالت له خير أبو فريد، تفضل تفضل تعال اقعد. أبو فريد قال لها لا شغلي فاضية. عواطف قالت لا، الخشبة اجت على رجله، على رجله اجت الخشبة. أم الصيف قالت لها ايه بسيطة، تعيش وتاكل غيرها، روحي عواطف اعملي قهوة انتي وريما. عود أبو فريد، أهلا وسهلا. قعد أبو فريد وهو خجلان شوي، قال لا، فلتت الخشبة من إيد أبو العزم وإجت على رجلي. قالت له ايه هي هو طول عمره أهوج، هلأ بتشرب فنجان قهوة بيمشي حالك. طلعت عواطف وبعد شوي لحقتها ريما شايلة صينية عليها 5 فناجين، وفي ابتسامة على وجههم اثنيناتهم. أم الصيف طلعت بالفناجين، استغربت،
قالت له ليش 5؟ ريما قالت له فوزية خلصت شغلها. قلت بتيجي بتشرب معنا قهوة. انبسطت أم الصيف. قالت الله يرضى عليها هالفوزية، والله بترد الروح، بتفيق مثل النحلة، ما بتشرب قهوتها لحتى تخلص شغلها. نفس اللحظة تجي فوزية. أول ما شافت أبو فريد خجلت شوي، وقفت محلها. أم الصيف قالت لها تعالي أمي لا يبرد فنجانك. اجت وقعدت. عواطف طلعت على ريما وعيونها عم تضحك. قربت لعندها وشوشتها. قالت لها زبطت. نكشتها ريما من تحت الطاولة وسكتتها وخبوا ضحكتهم. أما بيت أبو العزم فكان في حرب. وقف أبو العزم بباب الصالون جمدان، الكرسي بالأرض، الصناديق مفتوحة، الغبرة بكل محل. أخذ نفس طويل وصرخ دياب. التفت دياب قال له خير ليكني جنبك ليش عم تصرخ؟ أبو العزم قال له شو عملت؟ قال له شو يعني شو عملت؟ لقيت الصالون مثل الزريبة عم نظفه، عيب يضل هيك. قال له أبو العزم رجع كل شي محله. قال له بابا حتى العنزة بترتب مطرحها قبل ما تبرك. أبو العزم عصب قال له قلت لك رجع كل شي مثل ما كان، كل غلط له مطرحه. دياب بمسخرة قال له على أساس ترتيب هالترتيب؟ شو هو الوسخ لكان؟ قال له أبو العزم الوسخ إنك تقلب البيت فوقاني تحتاني. قال له دياب أنا عم نظف. قال له أنت عم تخرب. مد إيده دياب على الطنجرة. قال له شوف هي محلها وين؟ بالمطبخ. قال له أبو العزم لا. قال له ليش؟ قال له هيك. قال له بابا ما في شيء اسمه هيك. أبو العزم قال له في، هيك يعني هيك. دياب قال له يعني الطنجرة ساكنة بالصالون؟ ساكنة معنا؟ أبو العزم قال له إيه نعم. قال له طيب، ومد إيده على الصندوق. أبو العزم ركض مسك الصندوق بالطرف الثاني. قال له هاد اتركه. دياب قال له ما بتركه. قال له اتركه ما بتركه، اتركه ما بتركه. شد ورخي فجأة وقع الصندوق واتبعترت الغراض. طلع شي مسبحة، شي صورة قديمة مطوية، فنجان مكسور. سكتوا اثنيناتهم. صار كل واحد يلملم الغراض من جهته. دياب رفع الفنجان طلع فيه. قال له هاد لازم ينكب. نط أبو العزم قال له لا اتركه، هاد اتركه. دياب قال له لك ليش كل شي اتركه؟ ليش اتركه؟ فهمني. أبو العزم قال له اتركه وبس. دياب قال له بابا فنجان مكسور شو بدك فيه؟ سكت أبو العزم. طول وهو ساكت. بعدين بصوت واطي قال هذا آخر فنجان شربت فيه أمك. دياب نزل إيديه، طلع بالفنجان وطلع بابوه وبهدوء قال له الله يرحمه خلص الفنجان بيضل. ابتسم أبو العزم ابتسامة صغيرة ما بينت غير بعيونه. دياب طلع بالصالون مرة تانية، فتل فيه فتلة، بس هالمرة كان عم يشوفه بطريقة تانية. قال له فعلا مو كل شي لازم ينكب. أبو العزم قال له ايه
بس كمان مو كل شي لازم ينترك. وضحك. بعد شوي رتبوا الصالون سوا، مو مثل قبل ولا مثل ما بده دياب، بس طلع أرتب بشوي. وطلعوا على الحوش. أبو فريد كان لسه قاعد تحت العريشة ومنسجم عم يفرط فاصوليا مع أم سطيف وفوزية. شاف أبو العزم، قام سلم عليهم وقام يساعدهم. ركبوا الوتد سوا ودقوه بمحله. دياب جرب الطنبر، حركه، ابتسم علامة الرضا. أبو فريد ضحك، قال له لأبو العزم: بحلف يمين إذا هالطنبر مانك ورتانه عن سابع جد. يلا دياب، خدني بطريقك. أبو العزم طلع بأبو فريد وما رد عليه، بس ابتسم طرف تمه. دياب ربط جرندايزر بالطنبر ومشي. أبو العزم فات لجوا، وقف بشباك المطبخ حامل الفنجان بإيده، نفخ عنه الغبرة ومسحه بطرف كمه وحطه فوق الرف. رجع خطوة لورا، طلع عليه وإجا عدله شوي بإيده ورجع وقف على الشباك. كان دياب عم يبعد بالطنبر، ضل عم يطلع عليه لحتى طلع من الحوش. الصندوق كشف شوية أسرار، لكن الأسرار الكبيرة لساتها جواته. كانت هالحكاية من حكايات الحوش، ولسه في حكايات ما خلصت.